المدارس العليا للتكنولوجيا EST كتعتمد في الانتقاء ديالها على واحد المعيار مهم اللي هو معدل البكالوريا، لكن ماشي بوحدو، بل كيتحسب بطريقة خاصة. كياخدو 75% من نقطة الامتحان الوطني و25% من نقطة الامتحان الجهوي، وكيضربوا هذا المجموع في واحد الرقم سميتو معامل الترجيح. معامل الترجيح هو رقم كيعطي أفضلية لبعض الشعب على البعض. فاش كيتحسب المعدل النهائي ديال الانتقاء؟ مثلا إلا خديتي نفس النقطة مع واحد آخر ولكن شعبة البكالوريا ديالو عندها معامل ترجيح أكبر، راه غيكون عنده فرص أكثر باش يتقبل في شي تخصص معين. كاين واحد الجدول كيبين شحال ديال المعامل عند كل شعبة بالنسبة لكل تخصص. مثلا الشعب اللي عندهم معامل ترجيح 1.3 هما باك علوم اقتصادية، وباك علوم التدبير الحاسباتي، وباك علوم رياضية ألف، وباك علوم رياضية باء. هادو عندهم فرص كبيرة يتقبلوا في تخصصات بحال لوجيستيك، انفورماتيك، ماركتينغ وغيرها. الشعب اللي عندهم معامل ترجيح 1.2 هما علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض. أما الشعب اللي عندهم معامل ترجيح 1.1 هما علوم زراعية وباك مهني في المحاسبة، تجارة، لوجيستيك وتكبير الإدارة. مثال بسيط، إلا واحد عنده باك علوم اقتصادية وجاب 11 في الباك، وواحد آخر عنده باك علوم زراعية وجاب 12، في الانتقاء غيحسبوا هكا: 11 مضروبة في 1.3 تساوي 14.3، والثاني 12 مضروبة في 1.1 تساوي 13.2. إذن اللي عنده 11 عنده فرص أكثر يتقبل، فقط حيت المعامل ديال شعبة الباك ديالو كبير. دابا إلا كنتي جايب نقطة ضعيفة في الباك، حاول تختار تخصص اللي شعبة الباك ديالك عندها فيه معامل كبير باش تزاد فرصك في القبول. أما إلا كنتي جايب نقطة مزيانة، تقدر تدفع فين ما بغيتي،